السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي في الله. يلا النهاردة بقى كده نعمل مع بعض شوية صلصة حلوين. بص، هي القطة باينة ان هي متلجة لان هي كانت فعلا في الفريزر. كنت انا كتير اشتري طماطم، مثلا ايه 4 كيلو وانا جاية ب20 جنيه، 3 كيلو ب10، زي ما الاقيها كنت اجيب واحط في الفريزر. ماشي. فانا جيت النهاردة امبارح، هو الفيديو لسه منزلش، يعني هو اكيد هينزل، بس هيبقى قبل ده. انا كنت جايبه في الفيديو دوت شويه طماطم كده هوت، حوالي 6 كيلو ب20 جنيه، بس حبه حلوين. فهم دلوقتي تحت، يعني في نفس الحله دي بس من تحت. فانا كملت عليها، قلت خلاص بقى صلصه بصلصه بالمره. رحت مطلعه بقى الشنط اللي انا حطاها في الفريزر، وكمان قلت افوق الفريزر لان عيد الاضحى قرب. ماشي. فانا دلوقتي ايه، حطيت بقى الحلتين دول يعني كتير، يعني كتير. كنت اجيب 4 كيلو، 3 كيلو، 4 كيلو، 5 كيلو، 6 كيلو، واحد يعني كنت بغسلهم واحدفهم سلام في درج معين في الفريزر. بس فانا قلت النهارده يلا بقى كده ايه نفضي الفريزر عشان خاطر عيد الاضحى جاي. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. اللهم اكتب لنا يا رب كده تاني. انا تاني، يعني انا رحت مره، فلا اللي يروح مره يبقى عاوز يموت هناك، يعيش هناك ما يرجعش. اللهم اكتب لكم يا رب ان شاء الله زيارة بيت الله الحرام جميل ودنيا تانية. هنبعد احنا عن الصلصة دلوقتي لان انا لو اتكلمت عن الحرم وجماله مش هسكت. خلاص. فالمهم، انا دلوقتي حطيت كام قرن احمر كده. بصوا يا جماعة، انا هنا حطيت بنجر، مع البنجر دي بطاطساية انا شفت ناس كبار عملوها فقلت اجربها. فليه البطاطساية بيقولوا بتنشي الصلصة، بتخليها ماسكة شوية كده، بتخليها زي مثلا ما تحطي النشا على الرز بلبن، مش بيخليها ماسكة كده. والله دي مقولة انا سمعتها من ناس كبار فحبيت اعملها. خلاص، وانتوا كمان جربوه. وهنا الطبق ده للحلة التانية كده اهو. برضو بيقولوا الفلفل الاحمر ده بيساعد على حمرها وبيديها طعم حلو. خلاص، احنا هنجرب بقى الحاجات دي كلها مع بعض. ماشي. دي كمية رهيبة، يعني دول حوالي اكتر والله يا جماعة من 20 كيلو او 30 كيلو. يعني الفريزر قال لي شكرا قال لي شكرا. بس فهي الحاجات دي بتنفع، وهي رخيصة من قبل رمضان. هي من قبل رمضان يا جماعة، وهي سعرها جميل قوي. فيلا كلنا كده نفرز مع بعض نشوف الطريقة بتاعت الحاجة عزة هتبقى ايه، ونعمل زيها ونبقى شاطرين. انا دايما وانا راجعة من الشغل بدخل السوق. ليه؟ انا موظفة، ببقى انا اللي بجيب حاجتي بنفسي. فلما بلاقي مثلا شوية طماطم حلوين، اجيب اللي انا هستعمله وحابة اشيلهم. كلنا بندبر ونوفر في بيوتنا، وكل حاجة بتنفع في يوم من الأيام. احنا لما بندبر ونوفر بنريح نفسنا وبنوفر لحاجة تانية. وفي نفس الوقت أنا ساكنة في الخامس يا حبايبي وبعدين أنا كمان عاملة عملية في القلب، فبيبقى عندي صعوبة جامدة إن أنا أنزل عشان أجيب كيلو طماطم، كفاية عليا الشغل. فدايما وأنا راجعة من الشغل بجيب وبتصل بولادي، تعالوا يا حبايبي شيلوا انا مش هقدر اشيل. يا ماما حرام عليكي، احنا مش بنقدر، انت بتجيبي حاجات زيادة عن اللزوم ليه؟ هي الام كده بتجيب الحاجة اللي هي شايفاها مناسبة لبيتها. بوفر حاجة، ما هو برضو داخل بيتي تاني. فكلنا يا حبايبي بنعمل كده. احنا طلعنا لقينا اهالينا كده، فاحنا كمان بنعمل زيهم. يلا احنا دلوقتي هنفتح عليها النار، ربنا معاها بقى كده لغاية ما تتسبك خالص، ونشوف الخطوة الجاية هنعمل ايه ان شاء الله. يا حبايبي احنا دلوقتي كده هي استوت خلاص اهي، اتسبكت. ماشي. والحلة التانية كمان وسبتها لغاية ما بردت، هي اتسبكت. فانا دلوقتي هضربها بقى في الخلاط وهصفيها وهرجع لكم تاني. طيب احنا خلصنا خلاص واتسبكت جامد جامد جامد، وانا سبتها لما تبرد. انا كده تاني يوم الصبح لازم تبرد كويس عشان اعرف اعبيها. خلاص، انا دلوقتي هعبيها وهرجع لكم تاني. يا حبايبي احنا خلصناها اهي. على فكرة انا بعد ما يعني انا ضربتها في الخلاط ورجعت صفيتها بالمصفى، انا ما عنديش هاند بلندر، فانا صفيتها في المصفى وعشان القشر والبذر اللي فيها، ورجعت بعد كده صبيتها في الحاجات الجميلة ديت.
شفتوا معايا بقى عملت قد ايه. دي متسبكة جامد قوي يعني، العلبة تكفيني شهر يعني. لا، مية مية متسبكة قوي 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 يعني. ده كانوا اكتر من حوالي 30 كيلو. لان انا كنت اجيب 5 كيلو 4 كيلو 3 كيلو، كنت احدف احدف احدف، فكانوا كمية جامدة يعني. ماشي. فيلا كلكم بقى كده ايه، وفروا ودبروا. متنسوناش في اللايك وفي الاشتراك يا جماعة، الاشتراك مهم في القناة. ربنا يخليكم ليه. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.